صباح الفل من ريجا عاصمة لاتفيا. زي ما انتم شايفين الأجواء الجميلة والعالمية. دلوقتي هروح اشتري تذكرة مواصلات عشان الأيام اللي جاية هتبقى برد وهيبقى في شوية مطر عشان نعرف نتحرك براحتنا. يلا بينا. الباصات عندهم اهي مش أحسن حاجة ومش جديدة قوي بس شغالة يعني. وفي سكوترز عندهم بيتأجر عن طريق الابليكيشن اهو زي ما انتم شايفين موجود في كل مكان. وموتوسيكلات بس عايزين جو يكون فيه شمس عشان نعرف نستمتع بالأجواء بتاعة البلد، عشان زي ما انتم شايفين كده من شوية كانت بتمطر والمطر اهو باين على الأرض. في محطة الباص مفيش شاشات، كاتبين أرقام الباص اللي بيعدي من هنا زي ما انتم شايفين كده. شريت كارت المواصلات هنا داخل ريجا 3 أيام ب 8 يورو من الماركت. تشتري الانترنت كارت المواصلات من الماركت. نشرب واحد قهوة كده على السريع عشان نفوق زي ما انتم شايفين في مكان حلو كده على الرايق بيورو 80 سنت. حابب اقول لكم على حاجة، ليتوانيا ولاتفيا ما فيهاش مترو. ركبنا الترام زي ما انتم شايفين كده، نظافة مفيش بعد كده. رايحين على مكان جامد جدا، يلا بينا. احنا شايفين كده الاجواء اوروبية عالمية. احنا رايحين دلوقتي على متحف السيارات في ريجا، هنشوف شوية سيارات قديمة من الاخر. وعايز اقول لكم حاجة كمان، ان ركوب الترام هنا في ريجا متعة، بس تخلي بالكم لازم تشتروا تذاكر عشان بيطلعوا يفتشوا في كل خط. حافظوا على بالكم يا جماعه عشان تبقى بالجمال ده. زي ما احنا شايفين كده مفيش اي حد رامي حاجه في الارض، والبلد نظيفه جدا وممتعه. احنا من ترام رقم 11 وتمشينا شويه وهنا في محطه الباص منتظرين باص 35 هيودينا متحف السيارات. المواصلات هنا صعبه شويه، الباص منتظره اكتر من 10 دقايق وكل شويه يكتب لي دقيقتين هيتاخر وكده. المواصلات هنا في ريجا إلى حد ما، بتكلم عن الباصات صعبة شوية. يعني 8 كيلو أخدناها في 45 دقيقة عشان نوصل متحف السيارات. هنا الباص بيوقف كتير بس ليه طريق ماشي فيه بس، والبلد كبيرة يعني العاصمة كبيرة، فمن السيتي سنتر وصلنا هنا في 45 دقيقة. تعالوا ندخل متحف السيارات لأن متحف جامد جدا ونشوف مخبلنا إيه جوه ونكتشفه مع بعض. واحد اسبريسو وادخل متحف السيارات، افوق بس شويه وندخل نكتشف المتحف مع بعض. هي التذكره والفرد ب 10 يورو. زي ما احنا شايفين كده انا داخل المعرض دلوقتي وهنتفرج على العربيات اللي موجوده، وبيجيب لنا بدايه العربيات كانت عامله ازاي. دي اول ما قالوا هنصنعوا سيارات فعملوا اللي هي العربيه بالحصان، ودي كانت شكلها زي ما احنا شايفين كده. دي من مرسيدس، اسم العربيه بنز. كان ليها ارقام وكل حاجه، كاتبين كل حاجه. بتمشي 16 كيلو في الساعه والعربيه دي بتمشي 14.5 كيلو في الساعه. ايه الجمدان ده! 10 يورو بس بتستمتع بالاجواء وبتشوف حاجات غريبة جدا. دي بداية صناعة الدراجات زي ما احنا شايفين كده. ابتدوا يصنعوا الدراجات من 1790 ودي كانت شكل اول دراجة. احنا شايفين التطور، ودي بداية الموتوسيكلات. زي ما احنا شايفين الموتوسيكل شكله عامل ازاي، بيمشي 45 كيلو في الساعة. وأول سنة لصناعة الموتوسيكلات 1894. ندخل بقى نشوف التحف الفنية دي. حد يقول لي ايه التحفة الفنية دي؟ ايه الجمدان ده؟ أنا في وسط تحف فنية، أنا مش متخيل. يعني احنا في وسط مليارات، يعني حرفيا العربية هنا تساوي ملايين. احنا في متحف بالمليارات. شايفين تفاصيل العربية من جوه عاملة ازاي؟ حاجة كده من الآخر. شايفين العربية دي من شركة فيات. وايه التحفة دي؟ متحف عالمي
بيوريك بقى كل حاجة في العربية والمروحة والموتور. مفيش حاجة تعبر عن السعادة اللي أنا فيها وأنا شايف العربيات دي. أنا بحب العربيات جدا، بس عمري ما كنت متخيل إن أنا أشوف عربيات تاريخية زي دي. آثار، إحنا بنتكلم في آثار. خلينا نستمتع بجمال العربيات ونشوف العربيات هنا عاملة إزاي. احترامي بقى للعربيات الجديدة كلها، الفراري ولا البورشيني ولا اللي انت عايز تقول عليه قول عليه. Old is gold. خلصنا التحف اللي في الدور الأول زي ما انتم شايفين كده، ونطلع دلوقتي على الدور التاني. ايه بقى العربيات الجميلة اللي زي دي؟ شايفين؟ وفي الميني موراس. ايه الجمال ده؟ وفي اللادا اللي هي 1200. العربية البيتلز الجميلة دي. العربية دي تشوفها من الجنب تقول عليها بورش كده قديمة، بس العربية دي اتفاجأت اللي هي ستروين، صاروخ مش عربية. مش عارف بقى دي بتاعت الفورمولا 1 ولا ايه. العربية دي اسمها اوسكار، بتاعت الرالي والحاجات دي، والكلام الجامد بقى كله هنا. ده بقى بداية التوك توك 1954. توك توك فعلا. شايفين 3 عجلات ومن جوه شبه الموتوسيكل كده. بداية التليفونات برضو زي ما احنا شايفين التليفونات كانت عاملة ازاي. كان عندنا واحد زيه في البيت. ده بداية الراديو زي ما احنا شايفين كده. آثار. نتكلم بقى في حاجات من 1947 1930 1960 زي ما احنا شايفين كده. موضوع جامد جدا هنا، وانا بنقل لكم صورة من اللي انا عايشه دلوقتي، بس في الحقيقة الاحساس اللي انا حاسه مش هقدر اوصفه لكم عامل ازاي. مكان جامد جدا. عربيات هنا انا اول مرة اعرف اسمها ايه واشوف الموديل بتاعها، وشركات كانت بتعمل عربيات وقفلت. مثلا عربية رولز رويس زي ما انتم شايفين كده، عاملة حادثة ما صلحوش اي حاجة فيها، وحاطين زي تمثال من الشمع جواها زي ما احنا شايفين كأنه مات يعني. العربية دي صنعوها 1966. تقعد بقى هنا تتفرج على سباقات العربيات اللي كانت بتتعمل، اللي هي معظمها موجودة في المعرض. عايز تقعد تلعب هنا 10 دقايق ب3 يورو. اللي يزور ريجا لازم يزور المتحف ده. متحف حلو جدا، شغال من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 6، وهتشوفوا فيه عربيات من الآخر زي ما انتم شايفين كده. مش عارف اقول لكم ايه، بس مش عايز امشي من هنا. دي من شركة مرسيدس، صنعوها 1937 ودي 1936. بي ام دبليو صنعوها 1938. تعالوا نشوف كده عاملة ازاي. دي برضو بي ام دبليو صنعوها 1938 ودي نفس الكلام برضو. اف ان
بتمشي 75 كيلو في الساعة، 20 حصان زي ما انتم شايفين كده. ايه الجمال ده؟ عربية الملكة. وده سوفينيرز كده، عربيات بتتباع هنا في المتحف. ممكن بقى تشتري اللي انتوا عايزينه من هنا. اسعار 25 يورو، 30 يورو، الكلام ده كله. والتيشيرتات كان من جوه عالمي. واشتريت ال 911 دي بورش. لازم يبقى حلمك قدامك كده تشوفه كل يوم، عشان العربية دي في يوم من الايام انا نفسي اجيبها. ده غدا النهارده في مطعم جوه متحف السيارات. زي ما انتم شايفين كده، اكل هيلسي شويه.